اهلا بيكم مرة تاني مع بداية ملخص مسلسل تركي جديد واللي يعتبر من اقوى اعمال الدراما التركية. وعلشان ما احرقش عليك حط لايك ويلا بينا نخش في الاحداث على طول. بيبدأ المسلسل مع سرحات ومراته براء واللي بيبان عليهم ان هما من عيلة غنية ومشهورة جدا، وبيكونوا في لقاء صحفي والصحفيين بيسألوه ازاي قدر يبني اشهر سلسلة فنادق من الصفر. فبيقول لهم سرحان ان الفضل يرجع لمراته لان هي السبب، وان لولا ان هي وقفت جنبه ما كانش قدر يحقق اي نجاح. وكمان بيقول لهم ان هو بيحبها جدا. تاني يوم بتتجمع عيلة سرحات وبتكون امه مبسوطة بصورتهم في الجورنان امبارح، بس في الوقت ده بتتكلم براء في التليفون وبيكون من الواضح ان بيكون في حد بيهددها، وبتقفل براء وبتروح لعيلتها. وبنعرف ان براء بيكون عندها بنتين وهما خيال وكيم، وبيبان ان براء بتكون ست جد جدا لدرجة ان عذرا ودي بتكون مرات اخو سرحات ان هي ما ينفعش تضغط على البنات بالشكل ده. فبتقول لها براء ان هي ما تتدخلش في اللي ما يخصهاش، وبتقدم ليها عذرا القهوة ولكن جوزها بيمنعها وبيقول لها ان القهوة دي مضرة ولكنها ما بتهتمش. وبياخد سرحات بناته لتمرين الخيل، وهناك بتروح بنت تتعرف عليه وبتقول له ان هي اسمها سيفدا وان هي صاحبة مراته من الثانوي. فبيسلم عليها وبتسأله عن براء، فبيقول لها ان هي مش موجودة. فبتسأله اذا كان دول بناته ولا لا، فبيجاوبها وبيقول لها هم فعلا بناته. وبتسأله سيفدا عن بنته التالتة، فبيقول لها سرحات ان هو ما عندوش غير بنتين بس. فبتستغرب سيفدا وبيقول لها ان هي من الواضح كده ان هي متلخبطة، فبتسيبه في الوقت ده وبتمشي. وبتروح سيفدا تكلم براء في التليفون وبتسألها لو جهزت الفلوس، فبتقول لها ان فعلا المليون جنيه جاهزين. فبتطلب سيفدا منها 2 مليون، فبتقول لها براء ان هي مش هتقدر تجمع اكتر من كده. فبتقول لها سيفدا على العموم جوزك واقف قدامي، وبتقول لها يا اما تحتفظ بالمليون، وان هي قررت انها تعترف لسرحات بالحقيقة. وبتروح لسيفدا لسرحات وبتقول له ان مراتك بتخونك وان هي عندها طفلة تانية عمرها 6 سنين. فما بيصدقهاش سرحات وبيطلب لها الامن، ولكنها بتقول له ان هي عارفة حتى اسم العيادة اللي ولدت فيها، فمش بيسمعها سرحات وبيطردها. وبيكلم سرحات مراته وبيحكي لها عن اللي حصل، فبتتوتر براء جدا وبتقفل السكة وما بترضاش ان هي ترد عليه. وبتكلم براء حد في التليفون وبتقول له ان جوزها عرف كل حاجة. وبنروح لطفلة براء واللي بيكون اسمها قدر، وبتحاول قدر ان هي تبيع للناس الاساور في الشارع، ولكنها بتتعب وبتقعد ترتاح شوية. وبتشوفها بنت اسمها زينب ودي بتكون بتبيع ورد، وبتسأل زينب امها لو كانت دي بنت جيرانهم الجداد. فبتنادي زينب على قدر وبتسألها بتعمل ايه لوحدها، وبتعرف منها ان هي بتبيع الاساور. وكمان بتسألها عن امها، ولكن قدر ما بيكونش عندها ام وانها بتكون عايشة مع خالتها. فبتقول لها زينب ان الوقت اتأخر جدا وان هما هيروحوا سوا، ولكن قدر بترفض وبتقول لها ان هي روحت قبل ما تبيع الاساور دي هتتعاقب. فبتتضايق زينب وبتقرر ان هي تشتريهم منها. وبنرجع لسرحات واللي بيكون رايح البيت وبيسوق بسرعة جنونية وبيفضل يفتكر في كلام سيفدا، لكن في الوقت ده مراته بتكون مع واحد في البيت ولكن ما بيبانش هو مين. وبتقول له براء ان هي مش هتقدر تتحمل العار لوحدها وانها تقول لسرحات انك ابو قدر. فبيرميها في الوقت ده في حمام السباحة وبيحاول ان هو يخنقها، وبتفقد فعلا براء الوعي. وبيوصل سرحات البيت وبيتصدم لانه بيشوف مراته واقعة في حمام السباحة، وبيجري عليها وبينقذها وبيطلب لها الاسعاف. وبنرجع لقدر وبتاخدها زينب بيت خالتها، وبتقول زينب لخالتها ان الدنيا بره مش امان وان هي ما ينفعش تسيب بنت في عمرها لوحدها. فبتقول لها ان هي ما تتدخلش في اللي ملهاش فيه. فبتهددها زينب ان ده لو اتكرر هتكلم الخدمة الاجتماعية. وبسبب كلام زينب بتهددها خالتها ان هي لو اشتكتها مرة تانية هترميها في الملجأ، وان هي زهقت من ان هي تربي عيال غيرها. وبيسألها جوزها قدر على فلوس الاساور، فبتديها له قدر وبتنزل علشان تنام في القابو. وبنرجع لعيلة سرحات مرة تاني واللي بيكونوا في المستشفى، وبيبلغهم الدكتور ان براء دخلت في غيبوبة وانها ممكن ما تصحاش منها دلوقتي. وفي الوقت ده ما بيكونش سرحات عارف يعمل حاجة، وبيفتكر سرحات من 6 سنين لما كان المفروض يسافر، ولكنه على اخر لحظة طلبت منه براء ان هي تروح تهتم بابوها، وده لانه بيكون تعبان جدا وانها مش عايزة تحطه في مصحة. وبتقول له ان هو
بمجرد ما يتحسن هتسافر وراه على طول. فبيفكر سرحات وبيضطر ان هو يوافق. وفي اللحظة دي بتوصل الشرطة وبتقول لسرحات ان هم ما لقوش حوالين المسبح اي بصمات غريبة، وان الكاميرات كمان كانت مفصولة. وبيسألوه لو ممكن مراته تكون دخلت حد غريب البيت وهو مش موجود. فبيسكت سرحات شوية وبيتصل بسيف ده وبيقول لها ان هي تاخده للمستشفى اللي ولدت فيها براء. وبنرجع لعيلة زينب واللي بيكونوا بيجهزوا معجنات علشان يبيعوها بالليل. وبتطلب اخت زينب واللي بيكون اسمها ابرو تليفون زينب، وبنعرف ان حبيبها عمل لها بلوك. فبتحاول ان هي تكلمه من اي تليفون تاني، وبتقول لها امها ان هي ما عندهاش كرامة. فبترد عليها ابرو وبتقول لهم ان هم ما يعرفوش حاجة. وبتروح تركان بيت زينب، وده لانها بتكون خايفة زينب تتصل بالخدمة الاجتماعية وساعتها هتتقطع الفلوس اللي بتبعتها براء. فبتقول لهم ان هي خالة قدر وان امها رمتها وهم بيربوها، ولكن زينب بتكون حاسة ان في حاجة غلط. وبنرجع لعيلة سرحات وبيطلب سرحات من اخو جيهان ان هو يوصل بناته البيت. وبتشوف مرات جيهان فلوس واقعة على الارض فبتاخدها فورا. وبيروح سرحات وسيف ده للمستشفى اللي ولدت فيها براء، وبيقول للدكتور ان هو عاوز يعرف كل حاجة عن اليوم ده، ولكن الدكتور بيرفض. فبيقول له سرحات ان هو لو ما اعترفش على اللي حصل هيكلم المحامين ووقتها برضه هيعرف، وان هو كمان متأكد ان هي ما كانتش عملية رسمية وساعتها ممكن يفقد وظيفته. فبيحكي له الدكتور ان مراته جات لوحدها وولدت بنت وطلبت ان يكون اسمها قدر، وكمان طلبت ان هي ما تتسجلش. وبعدها جم ناس واخدوها. فبيسألوا عن ابو البنت فبيقول له الدكتور ان هو ما يعرفش. وبنروح لقدر وبنشوف ان العيلة دي بيعملوها بقسوة جدا لدرجة ان هم بيرفضوا ياكلوها غير اكله قليل جدا. وبيدخل جوز تركان وبيوريها صورة براء وجوزها في المجلة، وبيقول لها ان هي عايشة في غنى وسايبة بنتها في الفقر. وبتسمعهم قدر بالليل وبتاخد قدر الجورنال من الزبالة وبتحتفظ بيه. وبتشوفها زينب وبتسألها لو كانت بتدور على اكل، فبتقول لها قدر ان هي مش عاوزة تاكل وبتسيبها وبتمشي. وبيروح سرحات البيت وبيدور في اوضتهم على اي دليل. وبيسألوا اخوه جيهان بيعمل ايه، فبيحكي له سرحات ان هو عارف ان براء خانته وان هي كمان عندها بنت. فبيتصدم جيهان جدا لانها بالنسبة لهم زوجة وام مثالية. تاني يوم بيطلب سرحات كشف حسابات مراته، وبيعرف ان هي بتحول شهريا مبلغ ثابت من 6 سنين، وكمان بيعرف العنوان. فبيقرر ان هو يروح. وبنروح لزينب واللي بتسمع اختها وهي بتزعق في التليفون، وبتكون بتحاول ان هي تتواصل مع حبيبها القديم. فبتقول لها زينب ان هي ما عندهاش كرامة. وبتعرف من ابرو ان حبيبها اقنعها ان هي تسحب له قرض لانه كان هيتسجن، وبس وعدها ان هو هيسددها. فبتسألها زينب لو كانت بتهزر، بس بتتصدم اكتر لما بتعرف ان المبلغ ده كان 800,000 وان خطيبها دلوقتي اختفى وما تعرفش عنه اي حاجة. فبتتخانق معاها زينب وبتقول لها ان هي غبية. وبتسألها زينب على عنوانه ولكن ما بتكونش ابرو تعرف عنه حاجة. وبيروح سرحات على العنوان اللي بتبعت له الفلوس، ولكن في الطريق بيخبط زينب بالعربية وبينزل علشان يشوفها. فبتتخانق معاه. فبتقول له ان ده شارع ضيق مش زي شوارعكم وان هو ما ينفعش يسوق فيه بالسرعة دي. فبيعتذر لها سرحات وبيقول لها ان هو بيدور على واحد اسمه اركان. فبتعرفه زينب بعنوانه. وبيوصل سرحات وبتشوفه قدر من بعيد، فبتفتكر شكله من الجورنال وبتفتكر ان هو ابوها وبتجري عليه وبتناديله وبتقول له يا بابا. وبيكون سرحات مصدوم جدا وبيقول لها ان هو مش ابوها وبيركب عربيته وبيمشي فورا. وبالليل بتقعد زينب مع ابرو وبيحاولوا ان هما يشوفوا حل للديون اللي عليهم. فبتقترح ابرو ان هما يبيعوا عربية الورد. فبتتريق عليها زينب وبتقول لها ان هي ما بتجيبش ربع المبلغ. وبتقول لها زينب ان هي بمجرد ما هتتعين هتحاول ان هي تسد الدين، ولكنها دلوقتي متخرجة من 3 سنين ومستنية تتعين لحد دلوقتي. وبتدي ام زينب طبق اكل علشان زينب توديه لقدر. وفي الطريق بتسمع زينب ان قدر هربت. فبتسأل تركان فبتقول لها ان هي متعودة تهرب على طول. فبتروح زينب علشان تدور عليها، وبتكون قدر قاعدة في الشارع وبتعيط. فبتلاقيها زينب وبتطلب منها قدر ان هي ما ترجعهاش لتركان تاني وان هي توديها لابوها، وبتوريها صورته في الجورنال. فبتفتكر زينب وبتقول لها قدر ان هو كان جاي علشان ياخدها ولكنها علشان كبرت معرفهاش. فبتقرر زينب ان هي تروح هي وقدر لبيت سرحات. وبنرجع لعيلة سرحات وبتروح جيم لاختها خيال وبتقول لها ان ابوهم بيرفض ان هو يروح معاهم المستشفى وان حتى دبلته قلعها وان هو مش زعلان على امهم. فبتقول لها خيال ان
هي غبية وان هو مش عايز يبين لهم ان هو زعلان مش اكتر، وبيتخانقوا مع بعض وبيتنادي خيال على امها، ولكنها لما بتفتكر بتعيط. وبتوصل زينب البيت ولكن بتيجي تركان علشان تسأل على قدر، فبتخبيها زينب وبتقول لها ان هي ما لقيتهاش. وبتتفاجئ عيلة زينب بقدر وبيسألوها لو كانت خطفتها، فبتقول لهم زينب ان هي هربت وان هي عرفت عنوان ابوها وهتوديها له بكره تاني يوم. وفعلا تاني يوم بتروح زينب وقدر للقصر، وبتكون قدر مبهورة جدا ان ده بيتها، وبتشوف خيال وكيمي من بعيد. وبتسأل زينب لو دول يكونوا اخواتها، فبتقولها زينب احنا هنعرف كمان شوية. وبيشوفهم سرحات وبيقول لزينب هي جت هنا ازاي وجابت البنت دي ليه هنا، فبتقول له ان هي جابت له بنته. فبيعرفها سرحات ان هي مش بنته، فبتفهم على طول ان مراته خانته. وبيقول لقدر ان امها في غيبوبة وغالبا هتموت، فبتتخانق مع زينب لانه ازاي يقول كده قدام طفلة. وبتسأله زينب عن عنوان ابوها، فبيقول لها سرحات انه اكيد لو كان يعرفه كان قتله. وبتطلب قدر ان هي تدخل الحمام، فبتدخل زينب وراها وبتلاحظ ان قدر ظهرها بيوجعها، فبتطلب منها ان هي تشوفه. فبتتصدم زينب لانها بتلاقي علامات ضرب على ظهر البنت، وبتسيبها وبتخرج لسرحات وبتعيط وبتقول له ان هما بيضربوا البنت مرة علشان اكلت ومرة تانية علشان ما كانتش بتجيب فلوس كفاية، وان هي هتروح علشان تكسر ايديهم. فبيقول لها ان هو ما ينفعش تسيب له البنت دي هنا، وبيقول لها ان هي تأجر مكان يعيشوا فيه وهو هيدفع لهم الفلوس. فبتقول له قدر ان ده بيت امها، فبيقول لها سرحات ان ده بيته هو، ولكن بتسيبه زينب وبتمشي. وبتروح زينب وبتكون عايزة تضرب تركان ولكنها مش بتلاقيها في البيت، وبيروح وراها سرحات وبيكون ناوي يرجع قدر. وبيقول لها ان لو البنت دي هتفضل في بيته يبقى تفضلي معاها علشان تهتم بيها وما يكونش ليها اي علاقة ببناته، وده كله طبعا هيكون وضع مؤقت. فبترفض زينب، ولكن اختها بتقول لها ان هو غني جدا وان هي تروح معاه وفي المقابل هيقدروا يسدوا الديون اللي عليهم، لان طبعا المبلغ ده بالنسبة ليه مش فلوس. فبترفض زينب، ولكنها بتشوف قدر وهي نايمة، فبتقرر ان هي تغير رأيها وبتقول له زينب ان هي مش هتكون خدامة. فبيطلب منها ان هي تكون المربية لبناته، فبتوافق ولكن بشرط ان هي تاخد مرتبها مقدم واللي بيكون 800,000. فبيقول لها سرحات ان هي بتستغل الموقف ولكنه بيوافق بس بشرط واحد، وهو ان هي بعد كده تناديه بسرحات بيه. وبيسيبهم وبيمشي. وبتروح زينب علشان تحضر شنطتها، وبيكون اهلها قلقانين عليها جدا، ولكنها بتطمنهم زينب ان هي مش هتقعد اكتر من شهر. وبتيجي لزينب عربية راقية جدا وبتشوفهم تركان، وبتسأل هي زينب رايحة فين، فبتقول لها امها ان هي هتشتغل مربية عند ناس اغنياء. وبتوصل زينب وقدر البيت وبيعرفهم سرحات على عيلته، على اساس طبعا ان هي المربية الجديدة وان قدر دي بتكون اختها الصغيرة، ولكن بناته مش بيحبوها وبيتريقوا على طريقتها وان هي شعبية جدا، وكمان بيسيبوها وبيمشوا. وبيطلب منها سرحات ان هي تمضي على العقد، وهو انها مش هتطلع اي سر من اسرار البيت للصحافة. فبتمضي على طول زينب وبتطلب منه ان هو يجيب لبس القدر، فبيقول لها ان هي تتصرف النهاردة وهو بكرة هيبقى يجيب لها لبس جديد. وبيتخانق جيهان مع سرحات لانه ازاي يجيب قدر البيت، فبيقول له ان هو لو كان الموضوع وصل للشرطة او الصحافة اكيد كانت سمعتهم هتتدمر. وبعد شوية بتروح عذرا مرات جيهان وبتعرفه ان هي جابت شنطة جديدة، فبيسألها على الفاتورة فبتديها له. وبنعرف ان جيهان بيكون مانع عنها اي فلوس، وبيطلب منها ان هي تروح الكوافير بكرة. وبنرجع لزينب واللي بتكون بتدور على الحمام ولكن كلهم بيكونوا مشغولين، فبتضطر ان هي تدخل اوضة سرحات علشان تستحمى. بس في اللحظة دي بيدخل سرحات الأوضة، فبتتخانق معاه زينب ان هو ازاي يدخل من غير اذن. فبيرد عليها سرحان وبيقول لها ان هو مش متعود ان هو يدخل حمامه بالاذن، فبيطردها من الأوضة. وبيفتكر سرحات مراته لما قررت ترسم وشم، وبيسألها سرحات عن الارقام اللي موجودة في الوشم ده، فبترد عليه وبتقول له ان هي بتتفائل بيها مش اكتر. وتاني يوم الصبح بتحضر زينب لقدر الفطار، وبتسمع الخدامين ان هما هيجهزوا الخيال عصير السبانخ للفطار. وبيدخلوا البنات المطبخ علشان يفطروا، وبتشوف خيال الاكل بتاع قدر وبتجوع ولكنها بتضطر ان هي تشرب العصير. فبتسألها زينب لو كانت تعمل لها فطار زي قدر، فبتتريق على اختها وبتقول لها ان هي لو تخنت امها مش هتحبها. وبتطلب خيال من ابوها ان هي ما تروحش المدرسة النهاردة، ولكن ابوها بيرفض. فبتسألها زينب عن السبب، فبتعرف ان هي بتتعرض للتنمر، فبتنصحها زينب ان هي تضرب كل اللي بيتنمروا عليها. وبيروح سرحات واللي بيكون عنده اجتماع، وبيعرف شريكه ان هو مش هيقدر
هيدخل المناقصة الجاية، فبيسألوا شريكه عن السبب، وبيعرف ان صاحب الشركة دي ما كانش عايز يبيعها، ولكنه لما عمل حادث غير رأيه، وبيقول له ان هو مش هيشتغل بالطريقة دي وبيسيبه وبيمشي. وبيتصل شريكه بجيهان وبيقول له ان هو هيقنع اخوه ان المناقصة الجاية دي مهمة جدا، والا هيعرفه السر اللي مخبيه. ففي الوقت ده بيتوتر جيهان جدا، وبنرجع للقصر وبتتكلم ام سرحات مع زينب، وبتعرف ان هي معهاش لغات ولا حتى تعرف كفاية عن الفن، وان هي اصلا مش مؤهلة لانها تبقى مربية. وبتروح قدر تبوس ايدها، لكن امه بتتريق عليها وبتقول لها ان هي جاية من عيلة شعبية. فبتقول لها زينب ان هي لو عرفت عيلتها هتتصدم، وبتسيبها وبتمشي. وبنروح لجيهان واللي بيوصل مراته للكوافير، وبينتقد شكلها وبيقول لها ان هو مصمم انها تعمل بوتوكس في وشها، فبتضطر هنا ان هي توافق. وفي الوقت ده بتدخل عذرا الصالون وبتسأل صاحبته لو حضرت لها اللي طلبته منها، فبتطلع لها نسخة من الشنطة اللي جابتها لها امبارح، وبتديها فرق الفلوس. فبتكتب عذرا ورقة مكتوب فيها سامحوني، وبتطلب ان هي تبعت الفلوس دي زي كل شهر. وبنرجع للقصر وبيدخل سرحات وبناته وبيتخانق معاهم، وبتعرف زينب ان خيال ضربت اختها في المدرسة، فبتقول لها خيال ان المربية الجديدة هي اللي قالت لهم كده. فبتتصدم زينب وبتقول لها ان هي ما قالتش حاجة زي كده، فبتقول لها خيال انك قلت اضراب اللي بيتنمروا عليكي. فبيتصدم سرحان ان كيم بتتنمر على اختها، فبتقول له كيم لان هي مسكينة وامنا بتكره المساكين. فبيشتم سرحات امهم، ولكن البنات بيتضايقوا منه جدا. وبالليل بتروح زينب تتكلم مع سرحات وبتقول له ان هي لو كانت تعرف ان المشكلة بين الاختين ما كانتش اقترحت الضرب. فبيقول لها ان هو كان المفروض انه يجيب لهم مربية متعلمة. فبتقول له مين قال لك ان انا مش متعلمة؟ وبتتريق زينب عليه وبتقول له ان امهم المتربية اتعلمت ان البنات يتنمروا على بعض، فاكيد مش هو ده التعليم. وتاني يوم بيكون في حفلة عزف الخيال، وبيتصدم جيهان ان امهم عزمت اخوهم جان، وبيتضايق ان سرحات وافق على كده. وبنعرف ان جان ده بيكون اخوهم، ولكنه ارتكب جريمة قتل وقضى اغلب عمره في السجن. فبيقول له سرحات ان هو اتعاقب خلاص على اللي عمله. وبنروح لخيال واللي بتكون خايفة تطلع على المسرح، ولكن زينب بتطمنها وفعلا بتبدأ الحفلة وبتشجعها زينب. وبيكون سرحات مكسوف من اللي بتعمله. وفي نص الحفلة بتقول زينب لقدر ان هي ممكن تعزف لما تكبر. وبيسمعهم جان وبيسأل البنت لو اسمها قدر، وبيكون مصدوم وبيشوف سرحات وشم مراته على ايد المدرب، وبيفتكر سرحات ان هو ده الشخص اللي مراته بتخونه معاه. وبيقوم سرحات وبيضربه. وفي الوقت ده بيخرج جان من الحفلة وبيكون بيعيط بعد ما سأل قدر عن اسمها. ولحد هنا بيكون خلص الجزء الاول من المسلسل. وما تنساش تعمل لي لايك وتشترك في القناة علشان انزل لك الجزء التاني، واللي هكون سايبهولك في صندوق الوصف.